ده كريستيانو رونالدو وبيشرب مشروب طاقة قبل الماتش في فيديو متداول، والناس مصدومة لأن رونالدو كان دايما بيتجنب مشروبات الطاقة. بس هي دي حاجة صحية ولا مش صحية قبل المباراة؟ عادة الرياضيين بيدوروا على كربوهيدرات بسيطة يسهل هضمها بسرعة، ووقتها بيدوروا على حل سريع كمصدر للطاقة. استهلاك السكر بشكل صحي مشروط قبل المباريات بيساعد على رفع مستويات الطاقة المخزنة، والموضوع حساس قوي لدرجة إن تشيلسي مثلا غير أخصائي التغذية بتاعه بواحد يقدر يمد اللاعبين بالنوع الحساس ده من السكريات. وبعض خبراء التغذية بيقترحوا تناول ما يوازي مصاصة على الأقل قبل 30 ل 60 دقيقة من النشاط الرياضي المكثف، لأن التوقيت ده بيسمح للجسم بتوزيع السكر بفعالية لموازنته في الدم وتوزيع الطاقة بين العضلات ووظيفة الدماغ. طب ومشروبات الطاقة مختلفة شوية لأنها بتدمج الكافيين مع السكر، والاتنين مع بعض هيكون ليهم مخاطر، زي إن الكافيين الكتير بيسبب جفاف وتسارع في دقات القلب ومشاكل في المعدة أو حتى بطاقة حمراء ضد أيرلندا. وكمان لو خدت مشروب الطاقة في توقيت غلط بدري قوي قبل الماتش مثلا هيزود معدلات السكر عندك، وبالتالي مستواك هينهار في نص الماتش أو أوله. فمعظم اللاعبين بيفضلوا تجنبها قبل الماتش على طول. وانت قبل أي تمرين أو مجهود كبير بتاخد إيه كمصدر سريع للطاقة؟